السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحه جيده، وان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن وافضل الاحوال. وش راكم خياتي؟ ان شاء الله راكم لاباس. انا الحمد لله. اليوم حبيت نشارك معكم فيديو راح يكون تتمه الفيديو اللي تكلمنا فيه على الموضوع هذاك تاع التعلق. بما انه قلت لكم باللي موضوع شد انتباهي يعني في العلاقات بين الناس، سواء في العمل ولا بين افراد الاسره، ولا لانه التعلق هذاك قادر يكون نلقاوه بارتو. مثلا تلقاو ام متعلقه بزاف بواحد من ولادها ولا بولادها كامل. تلقاو الابن متعلق بزاف بواحد من والديه ولا في زوج. راح يكون في الاسره، راح يكون مع الزملاء في العمل. اسمع الموضوع هذا راح يكون منتشر. الفيديو اللي فات كي تكلمنا كنا ركزنا شغل درنا مقدمه على الموضوع، وركزنا على العلامات اللي تكون في الشخص هذا المتعلق. انا كان لوبجيكتيف تاعي كي طرحته باش نشخصوا نفوسنا، يعني نعرفوا روحنا اسكو احنا هو الشخص المتعلق، احنا اللي رانا متعلقين بزاف، باش نتبعوا استراتيجيه وين نخدموا على رواحنا ونركزوا على نفوسنا، بدل ما مركزين على هذاك الانسان وعاطينه اهميه ممكن انه ما يستاهلهاش يعني. ولا احنا الشخص المتعلق به، احنا اللي رانا في هذه العلاقه. وفي هذه الحاله كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، الا كنا احنا المتعلق بنا راح نحسوا في نفوسنا في علاقه شويه سامه، لانه الشخص اللي يتعلق بنا راح يستنزف لنا الطاقه تاعنا بكثره اللوم تاعو، بكثره انه يحوس على الاهتمام اكثر باسكو هو يهتم اكثر. يحوس نبادروه بنفس المشاعر، يحوسنا نبرروا له على ما هزيناش عليه وعلى ما سقسيناش عليه وعلى هنسيناه وعلى ما بجلناهش وعلى وكبرناش به في الجمايع وعلى. قلت لكم هاد العلاقات نلقاوها حتى في الاسره يعني. نلقاوه ما يعطيناش حريه، مثلا ما يعطيناش مسافه، ما يعطيناش مساحه، كل يوم راه يكلم، كل يوم راه يعيط. وذكا في وقت وين رانا صراحه ما عدناش نهضروا بزاف بالتليفون، مثلا الو صحيتي واش راكي، نبداو نقصروا بالساعات. كانت بكري 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 في 2003 و 2004 و 2005 كي كانت لابيس هذيك ميلينيوم، وكانت الظروف تاع المعيشه ماشي كيما دركا. الناس دوك بدات تثقف والناس ولات واعيه. لي بارون ربي يبارك راهم يقراو حتى كيفاش راهم باش يربوا ولادهم، كيف يقروهم، كيفاش يخرجوهم ممتازين. يعني الامور راهي تطورت شويه. يسمى واحد ما يلوم واحد علاه ما سقساش عليه، ولا علاه ما كلموش، ولا علاه ما هزش عليه التليفون. صراحه انا واحده من الناس ما عنديش الوقت نبقى نهضر بالتليفون بزاف. اللي يعيط لي لازم يدخل مباشره في الموضوع، كاع نسحق هذيك ولا حق عندنا هذاك السوجي ولا فهمتوني. يسمى ما نجبروش الناس انهم يعيطوا لنا ديما، واللي ما عيطلناش بكل صدر رحب يعني. وحنا اذا كلمنا واحد ندخلوا مباشره في الموضوع، ما نبداوش راهي فلانه واش راهي فلانه حقه في حقه. ما عندناش الوقت صراحه يعني. تبلي فهمتوني في هذه النقطه، راكم موافقيني فيها نورمالمون. قلت لكم التعلق هذاك اكيد عنده اسباب. كيفاش راك كنتي باللي متعلقه بزاف بشخص، روحي راجعي نفسك تلقاي باللي كاينه حاجه في المنشأ، يعني كاينه حاجه في التربيه تاعنا. التربيه تاعنا مثلا انه احنا بكري ممكن يصرى لنا مشكل، ممكن يصرى لك مشكل انه فقدتي شخص عزيز، او ممكن انه ما لقيتيش الاحساس بالاهتمام مثلا من لي بارون تاوعك. ممكن انه كان عندنا حرمان يعني من الحب، تسمى رانا نحوسوا على شخص وين يعوضنا في هذاك الحب. على بها نروحوا نتعلقوا بشخص ما. مثلا تلقاو مرا متعلقه بزوج تاعها، خلاص ربطت الحياه كل به، ربطت الاكسجين تاع الدنيا كل به. لو كان ما نهار ما يهزش عليها ولا ما يسقسيش عليها ولا ما يحوسش عليها، ما تقبلهاش، تكون عندها صدمه. يسمى السبب تاعو وشي هو بكري، انه هذا الشخص هذا ولا هذه الانسانه هذه كانت عندها حرمان، ولا عندها مشكل في المشاعر تاعها، في المنشأ تاعها. تسمى راهي تحوس على الشخص وين يعوضها بهذيك المشاعر. والسبب الثاني تلقاو هذا الانسان هذا عاده اللي يتعلق بزاف بالناس تلقاوه حساس، وعاده يكون طيب يعني، وتلقاوه سنسيبل، كي شغل مرهف الاحساس، يتعلق بسهوله بالناس، وكي يتعلق يبدا يحكي لهم في اسراره ويديرهم هو محور حياته. تتعلق بصاحبتها ديرها محور حياتها،
كلش راهو يدور عليها، الكون كامل يدور عليها. ما تقبلش انه تشوف صاحبتها تحكي مع واحده اخرى، ما تقبلش انه زوجها يكون عنده صاحب ويحكي له ويقصر معاه ويضحك معاه، تكون عندها هذيك الغيره الزائده المفرطه اللي تخنق. وكاين سبب واحد اخر، انه احنا نكونوا ناس طبيعيين، يعني احنا شبعانين حب، يعني المنشأ تاعنا كان طبيعي مع والدينا، ولكن احنا هذاك الانسان برك تما ماشي نحوسوا على الحب منه، لا لا، حاجه واحده اخرى. هذاك الانسان نكونوا عطيناه فوق القيمه تاعو. هو شخص عادي زميلنا في العمل، بصح حنا عطيناه قيمه كبيره، طلع له من شانه كما نقولوا. هنا راح تجي الصدمه فيما بعد، انه ممكن هذاك الانسان يغير مكان العمل تاعو، ولا يشوف حياته، ولا ما على باليش انا يلتب نفسه، ولا نهار ما يسقسيش عليك، ولا نهار يصدر لك منه اي تصرف ما كنتيش متوقعاته. هنا راح تكون صدمه. سي بوغ اللي قلت لكم التعلق نحاولوا نكونتروليو رواحنا فيه، نكونتروليو مشاعرنا، لانه ديما موراه راح تكون كاينه صدمه ومأساة بالنسبه ليك. يسمى ممكن يكون السبب انه هذا الانسان شخص عادي، ولكن احنا عطيناه قيمه فوق القيمه تاعنا، نبجلوها على نفوسنا. هذا ثاني ممكن يكون كاين سبب. دونك هنا هذا هما الاسباب تقريبا المعروفه. ممكن يكون كاين خلل قلنا في المنشأ، ولا انسان برك عطيناه اهميه زايده. بالنسبه للطرق تاع العلاج هنا راح نتكلم يعني ان غروسو مودو تسمى باختصار برك. العلاج اللي راح نعطيه لكم، ولا النقاط اللي راح نتركزوا فيهم وانتي في العلاقه بعد، وانتي هذا الانسان راكي مازالك معاه، صاحبتك زوجك مازالك معاه، لانه تختلف الطرق تاع كيفاش نعالجوا نفوسنا من تخلص من التعلق في وحنا في العلاقه ولا بعد الانفصال. كاين فرق هنايا. النقاط اللي راح نتكلم عليهم، هو الشخص مازال معانا، يعني مازالت هذه الزميله صاحبتنا ولا حبيبتنا مازالها معانا. اول حاجه نحاولوا نشخصوا ولا نحطوا مفهوم للحب. الحب السليم ولا الطبيعي وش هو في نظرنا احنا. عباكم كاين بعض الازواج ولا امهات حتى يفوت على زواجها 40 سنه باش تفيق باللي راهي ما كانتش مع الشخص المناسب ولا الشخص الملائم، بلي راه كانت تتمد في تضحيات هي ما كانتش مطلوبه منها، هي في غنى عليها. بصح شكون اللي قالها ضحي؟ شكون اللي قالها اهم لنفسك على جال ولادك ولا على جال زوجك؟ وتكتشف فيما بعد باللي الزوج هذا ما عطالهاش نفس الحب ونفس الاهتمام، ما عندوش نفس المكانه اللي حطتها هي عندها هي. وبالتالي تبدا تقول لك اكتشفت بعد 40 سنه بلي زوجي نرجسي ولا اناني. انا ما اكتشفتيهاش من بدايه العلاقه. علاش؟ لانه هذاك الشخص اللي عطيناه اهميه كبيره كنا تلمو نحبوه، كنا ماناش نشوفه في العيوب تاعو، هذه وحده. وثانيا حنا ما عندناش مفهوم للحب السليم، الحب اللي يستنزف لي طاقتي واللي مرضني واللي يدوس لي على كرامتي واللي يخليني قاعده غير نديغرادي، قاعده غير نهبط. ملي تزوج مثلا بهذا الشخص ما تعلمت حتى حاجه جديده. هنا باش تعرفي روحك اسكو في علاقه سليمه ولا لا. كاين مراه كي تتزوج تلقى روحها زايده تتطور، تعلمت لغه جديده، رقاوها في العمل، عندها استقلال مادي، مع زوجها لبس عليها، مع ولادها كلش ستابل. هنا تعرفي بلي الطرف الاخر كان عنده تاثير ايجابي عليك. لو كان هو ما وفرلكش هذيك السلامه النفسيه، حافظلكش على نفسيتك انتيا وراحتك، ما رايحاش تتطور، راح تقعدي في بلاصتك. كاينه مراه كي تتزوج ولا تدخل في علاقه تحس روحها قاعده غير تهبط. كانت تتهلا في روحها ما ولاتش تتهلا في روحها. قبل الزواج كانت تشعل هك دير كلش بالمسطره. بعد كي زوجت ولا دخلتي هذيك العلاقه اهملت نفسها، اهملت شكلها. كانت لاطاي تاعها ربي يبارك، كانت تدير في النظام الغذائي وكانت تدير في السبور وكانت مهتمه بصحتها. درك كلها الوزن تاعها زاد، شكلها ديفورما. كانت هاديه، تقول لك انا قبل كنت هاديه بصح دوكا وليت عصبيه. كانت تصرف على روحها بيا ما تستخسرش في روحها، بصح دوكا لا، ولا تتقشف، ما تصرفش على روحها، تستخسر في روحها، كلش تشري لزوجها وتشري لولادها، بصح نفسها تنساها. اذا هنا راكي تحسي روحك راكي قاعده ديغرادي، قاعده تهبطي، قاعده غير تتنازلي. هنا باش تعرفي روحك باللي راكي الحب اللي راكي داير بيك ولا اللي راكي فيه
اسكو سليم ولا ماهوش سليم، حب طبيعي ولا غير طبيعي. لازم المشاعر تكون متبادله، كيما تتمدي لازم حتى تنحبي ثاني لانك تستاهلي. هذه النقطه الاولى اللي هو المفهوم تاع الحب السليم. والنقطه الثانيه، لازمنا باش نعالجوا نفوسنا نحدوا ولا نسطروا على نقاط الامان تاعنا حنا. نقاط الامان كيفاش؟ مادوش هي الحاجه اللي دير لي لا سيكوريتي في حياتي. مثلا الخدمه، المنصب تاع العمل، ولازمنا نحافظوا عليه، ولازمنا نحسنوا ونترقاو ونزيدوا ماشي نهبطوا. والحاجه الثانيه مثلا استقلال مادي، عندك مصدر دخل اضافي، عندك مبلغ مخصص ليك. معليش مثلا انت وزوجك راكم متعاونين، بصح عندك مبلغ انتيا تاعك انتيا واحد ما دخلوش ديري بيه، ما عندوش علاقه بميزانيه تاع البيت ولا تاع الاسره ولا تاع الولاد. ولا انا نشوفوا في النساء غيصامون في اليوتيوب يديروا في تحديات، تحدي كبش العيد وتحدي حصاله كبش العيد وحصاله ملابس العيد. انا تبالي هذه مسؤوليه الزوج، هذه مش مسؤوليتك. عاونيه انتيا في حسن التسيير والتدبير باش ما يبذرش وما يفزدش. وباش اذا كنتي كاريه ديروا دار، اذا كنتي ساكنه في دار عائله باش تستقلوا بسكنه خاصه بكم، اذا كنتي تبني باش تحسني ولا تسرعي البنيانه تاعك باش ما تقعديش في بلاصتك. هاو باش تعاونيه بالراي السليم مش الراي التالف. اما باش تجرديه من مسؤوليته كامل انك انت تكوني المسؤوله هنا، انا مانيش انا كونتر هاد النقطه هذه. تبقاي في الانوثه تاعك، تبقاي في الدور اللي خلقك ربي فيه. انتيا هنا اكيد دبري كي تحسني ديري له في لا ليست وباش ما نفزدوش، باش تكوني انت ربة بيت ممتازه، تعودي على بالك كوزينتك واش فيها واش ما فيهاش. هذه معليش، بس مش انك انتيا تدي الدور تاع الراجل. على كل حال هذا موضوع واحد اخر. حنا رانا نتكلموا على الاستقلال المادي وعلى انه عندك مبلغ خاص بك انتي تهتمي بنفسك به. واحد ما دخلو ولا يدخل واش ديري به هذاك المبلغ؟ يا سيدي حتى نحطو نخبيه. هذا نوع من الامان، يعني انه يعود عندك مبلغ حطيتيه انتيا، منصب العمل تاعك كي محافظه عليه. عندك مثلا مصدر امان انه عندك علم انتيا في راسك كي تثقفي في روحك، كي تقراي في كتابات على الذكاء يعني الاجتماعي، كيفاش تتعاملي مع الناس اللي دايرين بك، كيفاش تتعاملي مع زوجك مع اولادك. اذا هذو نقاط تاع مصادر امان. ماهوش هو الشخص هذا هو مصدر الامان تاعك، باسكو اذا ربطتي مصدر الامان بشخص معين، لو كان يروح هذاك الشخص اخلاص راح تكوني مهدده انتيا باشياء سلبيه بزاف. مثلا ممكن تدخلي في صدمه بعد الشر، ممكن انك متقبليش الخساره هذيك. قدر يكون والدين، قدر ان يكون زوج، قدر تكون صديقه، مهما كانت العلاقه قلت لكم. اذا كي نحطوا مصادر الامان تاعنا نسطروا عليها مليح. لازم نعرف انا عندي واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة، ما نخافش على روحي باذن الله تعالى انه عندي هذا من النقاط. وإلا حطيت شخص، هذا الشخص هذا اللي راني متعلقه به وحطيته مصدر امان، لازم واش ندير؟ نكونتروليه مليح. كيفاش نكونتروليه؟ لازم تكون فيه شروط. مثلا اسكو صادق هو في الشعور تاعو تجاهي؟ مثلا عنده حب غير مشروط كما الام كي تحب ولادها. هل تحط شروط معينه للحب؟ اذا حطت شروط انها تحب هذا على هذا باسكو هذا خدام وهذا مش خدام، هذه الام مثلا اللي ربته وكبرتها تبقى تفرق بين ولادها. مثلا مانيش نتكلموا على هذه الام، هذه ام سمحوا لي راهي غير سويه غير طبيعيه، تبجل واحد على واحد، تشتي الذكر وما تشتيش الانثى، مثلا تشتيش البنات. هذه ام غير طبيعيه. حنا نحكوا على الام الطبيعيه اللي فيها غريزه اللي خلقها ربي فيها. نحكيو على الام اللي قلنا غريزتها طبيعيه، انها تعدل بين ولادها وتحب ولادها كامل وتحب لهم الخير كامل، وما عندهاش فرق بين طفل وطفله، ما عندهاش فرق بين واحد خدام واحد ماهوش خدام. حتى لو كان تزوج بناتها ما عندهاش فرق انه هذه راجلها زوالي وهذه راجلها يعني لبس به. فهمتوني؟ قلت لكم الام عندها حب غير مشروط، بمعنى تحبك لانها امك. حتى نتوما كونتروليو هذا الحب هذا. كي تعرفوا الحب غير مشروط واش معناه، راح تكونتروليه مع زوجك ولا مع صديقتك ولا اسكو تحبك باسكو تحبك وخلاص هكاك. ما لازمش يكون عنده سبب واضح. صاحبتك تحبك باسكو انت راكي تصرف
كما قلت لكم ممكن تكون الصديقه هذه مثلا راهي قاعده تمشي في امورها بيك نتيا، يسمى الحب نتاعها مشروط بانك انت قاعده تصرفي عليها ولا تفورني عليها ولا تقضي لها في قضيتها. وبالتالي الا اقتنعنا بهذا المفهوم هذا تاع الحب الغير المشروط، وانه ما لازمش يكون كاين مقابل بالنسبه للشخص الاخر، هنا رايحين نكونوا في منطقه قوه، لانه ولات عندنا القدره ان نراقبوا المشاعر تاع الناس اللي دايرين بينا، وبالتالي رايحين نقلوا من الصدمات ولا من النتائج التي لا يحمد عقباها. نقطه واحده اخرى، كما قلت لكم في الفيديو اللي فات تاع العلامات ولا المؤشرات باش تعرفي روحك بلي انسان متعلق، يكون عندك نوع من القلق ولا الخوف ولا الهلع. السبب تاعهم هذم هما الفقدان، يعني الخوف من الفقدان بالشخص هذا، ولا الخوف انه يبتعد علينا، انه يبدلنا، انه راح يدير حياة بعيد علينا. شوفوا، راح نفتح هنا قوس فقط فيما يخص الخوف هذا. ممكن يكون الخوف اللي رانا نتكلموا عليه في هذه الحالة يكون قديم في داخلنا احنا، يعني حنا عندنا خوف قديم عنده اسباب واحده اخرى، عنده سبب مثلا قديم في الطفوله، يعني في المنشأ تاعنا. سما الخوف ديجا هو قديم، وجا هذا الشخص برك وين يفيق فينا هذا الخوف هذا. يعني اقتنعوا فقط بهذا المفهوم، ما تقولوش باللي انا خايفه اني نخسره، لا، انت الخوف عندك من بكري يعني، ولكن جا هذا الشخص وربطتيه برك بالخوف اللي عندك. ونحاول ان نرجع القوه اللي راني نعطيها للشخص هذاك، اني قاعده نكبر به تحت عنوان الاهتمام، سما راني عطيته قوه، انا اللي راني قاعده نعطيه في القوه، نرجعها لنفسي انا، نرجع هذاك التعظيم لنفسي انايا. وهنا واش رايحين نديرو؟ رايحين نرسموا حدود لنفسنا. حدود اش معناها؟ معناها نسطروا مجموعه من النقاط وين رايحين كونتروليو رواحنا. قال مثلا هذا الانسان ما عيطليش، ما نعيطلوش، ما عيطليش نبقى نعيط ويكوبي عليا ونعيط ونبعث ميساج ويدير لي فيو وما يرجعليش، ومن بعد ندخل في دوامه واحده اخرى. عادي. نعطيكم استراتيجيه، حاجه براتيك، يعني طريقه فعاله. ديروا اجنده مخطط الناس اللي راهم يعانيوا من هذا الشيء، وديري فيها كاريات، وقولي اليوم ما عيطليش، حتى انا ما نعيطش. كيما تعيطيش واش ديري؟ كوشي. الغدوه من ذاك ما عيطتليش، ما مرة ثانية ما نعيطش، زيدي كوشي. يوما عن يوم، وانت كل ما تكوشي ديري في الاكس هذاك، راح يكون عباره عن مكافاه ليك، لان كل يوم قاعده تربحي في نفسك اكثر واكثر، وتربحي في كرامتك. وبالتالي واش رايحين نديرو؟ رايحين نديرو كشغل استراتيجيه وين رانا قاعدين نعالجوا في نفوسنا، وفي نفس الوقت نروحوا نديروا حاجه واحده اخرى، مثلا نركزوا على الجوانب المهمه في حياتنا، عمل، دراسه، عمل اضافي. نروح ندير بروجي مثلا صغير هكاك، بيزنس صغير، وندير مصدر دخل اضافي ليا. وبالتالي كي نلتبه راح نغير شويه الاهتمام، كي نلتب بالجوانب المهمه في حياتي، راح نقدر نبني مسافه زمنيه ولا بيني وبين الشخص هذا. يعني طول ما كلمنيش حتى انا بالاهتمام هذا الزايد، باهتمام تاعي في البروجي هذا اللي درتو جديد، ما لقيتش الوقت اني نكلم. ونقطه واحده اخرى راح نوصيكم عليها ثاني، راكي ما كاينش مسؤوله اختي الكريمه انك يعني ما كاينش مسؤوله على النتائج اللي راح تصرى بعد هذه العلاقه، الا راح ربي يسهل عليه. انت مسؤوله فقط على الشيء اللي يصدر منك، مسؤوله عما تقدمينه. انت كنتي صادقه في الحب تاعك هذا، انت كنتي صادقه في العلاقه، الحمد لله انه الخيانه ما جاتش منك، جات منه، ربي سهل، هاو كاين ربي. وحاجه واحده اخرى، نركزوا في نقطه واحده اخرى، هي انه الشخص هذا عاده راح يبعدك شويه على حياتك، يبعدك على صديقاتك، علاقاتك، وسهل انه يمانيبيوليك، سهل انه يتحكم فيك، لانه يشوف فيك بلي راكي متعلقه بيه بزاف. وبالتالي واش راح يقول لك؟ رايحه ديري صديقه ولا اي شخص يعني. شكون اللي راح يلاحظها؟ يعني المانيبيولاسيون هذه، انه قاعد يتحكم فيك ويبعد فيك، يعزل فيك على الناس. شكون اللي راح اللي يلاحظها؟ اللي يلاحظها انه افراد الاسره مثلا. بصح انت تلمو تحبي هذاك الشخص متعلقه به، راح تبقاي ديما تدافعي عليه، تما توجهي النقطه هذه. ونعطيكم النقطه الاخيره، يعني معظم الناس اللي عاده نتعلقوا بهم، اللي تتعلقي به راح يبعد عليك، لان كما قلنا
انه الشخص هذا اللي متعلق هذا تلمو راهو يتحكم ويلوم بزاف وعنده حب للسيطرة، راح يخنق الطرف الاخر وما راحش يعطيه الحريه ولا مسافه انه يقدر يحس روحه مرتاح، وبالتالي كيفاش راح يتصرف تكون ردة فعله انه راح يبعد. تما نهايه العلاقه تاع التعلق هذه ديما النهايه تاعها هي الخساره، النهايه تاعها هي الصدمه، صدقوني. وفي الاخير لو كان ربي شاف الخير يعني في الشخص هذا، انه مصيرنا وحياتنا راح تكون مليحه، لو كان خلاه. نحكي لكم هنا في يعني بعد الانفصال، يعني تسمى شغل متاكده باللي نهايه التعلق راح تكون انه راح الشخص هذا راح يخليك. لازمك تقتنعي. وباش تقتنعي راح ندير لكم نقاط واحده اخرى ان شاء الله. جا الفيديو شويه طويل، راح نديرها لكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. القاعده الاخيره اللي همشك، يعني همشيه، همش كل شخص، يهمش وجودك، وبالتالي راح تعطي نفسك قيمه عاليه. وصدقوني اذا شفتي روحك باللي خسرتي انسان، تاكدي باللي راكي ربحتي نفسك. هذه هي الزبده الاخيره اللي نقولها لكم. استناو ان شاء الله في الفيديو الجاي، راح نعطيكم ثاني استراتيجيه تاع ان شاء الله راح تحسوا روحكم بيان، وخاصه شغل علاج التعلق بعد الانفصال. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم. تهلاو في رواحكم، شكرا لكم، سلام.